السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم متابعينا الكرام في كل مكان. النهاردة هشارككم طريقة عمل وجبة سريعة تقدري تعمليها على سفرة رمضان، مش تاخد منك أي وقت. معايا هنا فرخة 1.5 كيلو. غسلنا الفرخة كويس وهنشفها بالمناديل علشان مش عايزة فيها أي مية خالص. معايا هنا التوابل بتاعتي: معلقة صغيرة توم بودرة، معلقة من الملح، نص معلقة فلفل اسود، ربع معلقة شطة، معلقة من الكاري، معلقة من الكركم، معلقة بابريكا، معلقة كمون، معلقة بودرة مرق الدجاج، ومعلقة بصل بودر، ومعلقة من الكزبرة الجافة. والخضار اللي هنحطه مع التوابل: معلقتين من الصلصة، بصلة صغيرة، واحدة طماطم متقطعة، واحدتين فلفل رومي، 4 فصوص من الثوم. هحط كل المكونات بتاعتي في شفشق الخلاط، او ممكن نحطها في طبق واسع ونعملها بالهاند بلندر، او ممكن في كبة، بس احنا عايزين خلاط او هاند بلندر لان احنا عايزين الفرم بتاعنا يكون ناعم. هضيف عليها كمان عصير ليمونة كبيرة، وهضيف معلقة كبيرة من الخل، و3 معالق من زيت الزيتون. ولو مش متوفر عندك زيت زيتون استبدليه بأي زيت ما يكونش ليه طعم قوي. وهحط معلقة كبيرة من دبس الرمان، ولو مش عندك دبس رمان ممكن تحطي معلقة من العسل الأسود. وهحط نص معلقة من الصويا صوص المتعدد مش الدارك. وهحط نص كوباية من المية عشان الخليط يمشي معايا في الخلاط ويديني قوام ناعم. وهاخدهم وهضربهم في الخلاط كويس لغاية ما اوصل للقوام الناعم ده. بعدين هتبل الفراخ بتاعتي من بره ومن جوه. احنا قاسمين الفراخ بالطول علشان خاطر نقدر نتبل الفراخ وتاخد من طعم التوابل، ونقدر نغلفها كلها بالتتبيله. دلوقتي هغطي الفراخ بتاعتي وهحطها في التلاجة. كل ما بتقعد في التتبيله كل ما بيبقى طعمها احلى، بس انا عشان مستعجله عليها سبتها في التلاجة ساعتين بس، وبعدين طلعتها اشتغلت فيها. لكن لو انت عندك الوقت سيبيها اكتر من الساعتين، هتاخدي منها احلى طعم. وبعد مرور الساعتين ده كان شكل الفراخ بعد ما شربت من التتبيله. معايا هنا صينيه فرن وعايزه احط عليها شبكه. لو عندك شبكه مفتوحه استخدميها، لو عندك شبكه زي اللي معايا دي استخدميها. اهم حاجه نبقى رافعين الفراخ من الصينيه شويه. حطيتها كده على الشبكة بتاعتي وقفلتها، وهضيف مع الفراخ في الصينية كوبايتين من المية المغلية. ده هيساعد على سرعة تسوية الفراخ، وهيساعد على ان لحم الفراخ يفضل جوسي وطري وما ينشفش، والفراخ تاخد لون جميل من بره. ودلوقتي انا مسخنه الفرن بتاعي على درجة حرارة 200، وهاخد الصينية وهحطها في الفرن لمدة ساعة، وبعدين ابدأ افتح عليها واتابعها. ولو لقينا المية اللي في الصينية قلت بنبدأ نضيف لها مية تاني علشان تكمل التسوية بتاعتها. وهي دلوقتي عدى عليها ساعة في الفرن، هبدأ اعمل رز مبهر، ودي اسهل طريقة ممكن نعمل بيها رز مبهر. هحط معلقتين من الزيت، معلقة من الزبدة، وهسخنهم، واول ما يسخنوا هنزل بالتوابل بتاعتي. التوابل بتاعتي: كمون، كاري، كركم، بودرة مرق الدجاج، كزبرة، رشة قرفة، وعود قرفة سليم، ورقتين لورا، وحبهان، وملح، وواحدة لومي محمص. هحط كل التوابل بتاعتي في الحلة وهقلبها مع الزبدة لغاية ما تسخن وريحتها تظهر وتبان. بعدين اكون غسلة كوبايتين من الرز البسمتي ونقعاهم من ساعة في المية ومصفياهم كويس من المية. يعني هننقع الرز ونغسله لمدة ساعة، بعدين نصفيه كويس. ولما التوابل بتاعتي تتحمص في الزبدة وريحتها تطلع هنزل عليها بالرز اللي انا كنت نقعاه. وطبعا الرز بتاعنا علشان منقوع فمش هنحط له، مش هنزوده زيادة كتير علشان هو كان منقوع معانا. هقلب الرز بتاعي لغاية ما يتفلفل مع التوابل وياخد من طعمها، وريحة الرز مع التوابل كده تظهر. هبدأ اضيف عندي السوائل. لو انت عايزة تحطي مية حطي مية سخنة، لو عايزة تحطي شوربة مفيش مشكلة ضيفي شوربة. هنا هنحط بس مية
تغطي وش الرز علشان الرز كان منقوع معانا. وهقلبه وهغطيه وهسيبه، مش هلمس الرز تاني لغاية ما يشرب السوائل بتاعته ويعمل عيون على وش الرز بالشكل ده. هبدأ اهدي النار واغطيه واتابعه اثناء السوا، ولغاية ما الرز والفراخ يجهزوا معانا هنعمل سلطة الطحينة. بولة احط فيها معلقة صغيرة من الثوم المفروم ناعم، ملح، شطة، كمون، ليمون، خل، فلفل اسود. وهحط شوية مية، 3 معالق من المية. هقلبهم كويس وادوب الملح والتوابل بتاعتي، وبعدين اصفيهم بمصفى ضيقة علشان اخد خلاصة التوابل والثوم. بعدين هضيف الطحينة بتاعتي واحدة واحدة لغاية ما نحصل على قوام الطحينة المطلوب. دلوقتي الاكل كله بتاعي جهز واستوى، وهبدأ اغرفه. ادي الرز مفلفل وريحته تحفة، والفراخ بتاعتي كمان استوت وبقت جميلة. وانا فتحت عليها الشوايه خليتها خدت لون من فوق، انما انتي لو سبتيها على نار الفرن هتستوي وهتاخد لون فاتح شوية. وادي سلطة الطحينة ومخلل، ودي كانت اسرع وجبة ممكن نعملها في فطار رمضان. هنفتح مع بعض دلوقتي الفراخ وهوريكم الفراخ ما فيهاش دم، واللحم بتاعها ابيض وصافي، والفراخ طرية جدا من جوه. طبعا الاكل كله لسه سخن جدا. بصوا اللحمة بتاع الفراخ بيضة ومفيش اي دم، مستوية واخدة سوا كامل. ادي الرز بتاعي مفلفل وريحته تحفة. دي كانت وجبة سريعة نقدر نعملها. اتمنى ان هي تكون عجبتكم. لو عجبتكم هستنى تعملوا شير ولايك للفيديو، وتدوسوا على زر اشتراك وتفعلوا الجرس لو حابين يوصلكم مننا كل جديد. واشوفكم في يوم جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.